ونروح للمركز العاشر مع أقوى أفلام الحروب الحديثة المعروفة Inglourious Basterds، اللي عرض أول مرة في 2009 في مهرجان كان السينمائي، ونافس بقوة على السعفة الذهبية وفاز ب 134 جايزة، منهم واحدة أوسكار وواحدة جولدن جلوب وواحدة في مهرجان كان، وكلهم من نصيب العالمي كريستوف والتز. ده غير فيلم رشح ل 172 جايزة، منهم 7 أوسكار و2 جولدن جلوب. من قوة الفيلم اللي متاخد من قصة حقيقية بالمناسبة، من ناحية أحداث السينما دي اللي مات أكتر من 30 شخص ساعتها فعلا، ومات معظم المقاومة اللي حضروا. وقال المتبقي من المقاومة لما شافوا الفيلم ده بأن الفيلم بيشوه اللي حصل أيامها. والفيلم واخد المركز ال71 في قائمة أقوى الأفلام في التاريخ حسب موقع IMDb، وعمل أكتر من 321 مليون، بينما ميزانيته 70 مليون بس، يعني ربح أضعاف كل الأفلام اللي فاتت، مع إن فكرة الفيلم الرئيسية متاخدة من The Dirty Dozen. بس الفرق في الفيلم اللي فات المجموعة عبارة عن مجرمين محكوم عليهم، وهنا المجموعة عبارة عن يهود عانوا الكثير من النازيين. وطبعا المفروض نقعد نعيط هنا بقى والكلام ده، مع إنك هتلعنهم في المشهد ده اللي فعلا تحس إنهم شياطين مش بشر، بس هما جايبين في الفيلم إن ده مبرر بسبب الاضطهاد اللي تعرضوا له. والفيلم من كتابة وإخراج كوانتين تارانتينو الحائز على جايزتين أوسكار قبل كده، ده غير اللي شاركوا في الفيلم ده كلهم نجوم من العيار التقيل قوي، براد بيت وكريستوف والتز ومايكل فاسبندر وغيرهم من النجوم. وقصة الفيلم عن محاولة مجموعة من اليهود وشابة فرنسية إنهم يغتالوا هتلر وحاشيته، والشابة هتحاول تحرق السينما اللي هي شغالة فيها لما عرفت بأن كبار المسؤولين النازيين هيحضروا فيلم فيه. ده غير في حوارات تانية كده مش متذكر بالظبط سببها زي المشهد ده مثلا. بس الفيلم هيخليك تتعاطف قوي مع اليهود، خصوصا أول الفيلم اللي كان سبب رئيسي في إني أكمله بالرغم إني كنت قرفان من الفكرة. بس المشهد ده بتاع كريستوف والتز حاجة تانية خالص، التصاعد في النقاش، الذوق والاستئذان والرقي في الكلام، ولا لما يجبروا في النهاية على الاعتراف بمكان اختباء اليهود مع الموسيقى التصويرية. فعلا مشهد أسطوري من شخصية أسطورية استحقت الفوز بكل الجوائز الكبيرة، مع ان تارانتينو ما كانش لاقي حد يقوم بالدور ده من الأول. بس الفيلم فيه جنس ومشاهد خارجة فوجب التنويه.